نور لا عادي استخدموا الموبايل عادي مفيش مشكله، بس يعني ايه بشويش فتره كده في الاول لحد ما النظر بتاعنا يتحسن. ان شاء الله مفيش ضرر على العمليه او اي حاجه زي كده. لو حسينا ان عينينا مرهقه او كده نوقف على طول. شكرا يا نور. الف سلام عليك. عشقات الهدوء هي في اطباء يعني بعد عمليه الشبكيه ساعات بيبقى شايف ان الموضوع بسيط مش مستاهل سيليكون فبيحط غاز والغاز بيمتص. وفي ناس من الاول يحط سيليكون وبعدين يشيله يعني فهي مدارس. بشوف نقط وخيوط سوداء. طيب محتاج فحص شبكيه بس نطمن لو الشبكيه كويسه يعني ان شاء الله باذن الله هتروح. استاذ علي، لما نكمل 3 شهور على عمليه البي ار كي نروح للدكتور يبص علينا وحاول تتجاهلها في الوقت ده هتروح ان شاء الله. طارق باشا، ازيك؟ اسباب ضبابيه العين، الضبابيه دي كلمه عامه شويه وبتشمل اي حاجه بقى تخلي الرؤيه ما هياش كويسه. لو لا قدر الله واحد مريض ضغط عين ومأثر جامد على العين يبقى تمام ميه بيضاء لو عندنا فاحنا نكشف ونشيل الكلام ده من دماغنا ونعرف السبب ايه. ممكن يكون عندي ضعف نظر او حاجه. استاذ محمد ياسين، بنت حضرتك عندها طول نظر ملوش علاج غير النضاره يا فندم، وحضرتك بتلبسها النضاره هو ده علاجها ومش عايزين نبقى مقصرين في العلاج. نديها النضاره وده هو العلاج بتاعها اللي هيريح عينيها وهيريح عضلات عينيها عشان ما يجيلهاش حول. عندي ضعف في العين بكشف الدكتوره قالت لي اعمل تمرينات. ورده، ايه التمرينات؟ ايه نوع التمرينات؟ استاذ ابراهيم، عندي رشح في الشبكيه. للاسف احنا المركز عندنا ما فيهوش فحص او سي تي فحضرتك ممكن تعمله تبعته لي واتساب عادي. ولد البوادي شكرا. طارق، عندي ماينس 8 في عين و9 في عين، الدكتور قال لي مش هينفع تصحيح او ليزك. عايز اعرف هو قال لك كده بناء على فحوصات يعني عمل فحوصات عين ولا قال لك كده وخلاص؟ اللي اغلب الدكاتره رحت لهم قالوا ما فيش اي داعي لليزر على اطراف الشبكيه احتمال ما تاثر على العين ابدا. انا مش عارف بقى في حالتك يا استاذ محمد، ممكن تكون حالتك مش محتاجه. احنا مش بنعمل حاجه احنا مش محتاجينها، بنعمل حاجه يعني لو في تغيرات في طرف الشبكيه يعني سواء بدايه ثقوب هولز او حاجه اسمها لاتس دي اللي بنثبتها. ما فيش يبقى مش محتاجين ليزر. آه، ام نوري، بنلبس العدسات بعد ليزر سطحي بعد شهر، بس احنا يعني ليه مستعجلين على العدسات؟ شهر على الاقل لو عدسه زينه او حاجه زي كده. ورده، ممكن نعمل التصحيح لو مقاساتكم مناسبه، لو الفحص بتاعكم مناسب. عشقة الهدوء، ايه الفرق بين ضعف النظر الشديد طول النظر قصدكم؟ معلش وضحوا السؤال تاني. وردة البيت، بخبي اليمين واشتغل بالشمال، تمارين الكسل يعني. طيب تمام، لو حالة عينيكم كويسة تمام ينفع ان شاء الله. عيني اليمين مش بشوف بيها زي الشمال ضعيفة. سألت الدكتور قال لي البس نظارة. طيب تمام، نلبس النظارة ونحافظ عليها عشان ما يجيلناش كسل. نصحكم حول علاج جفاف العين. لا جفاف العين ده موضوع كبير محتاجين نكشف عند دكتور متخصص وناخد العلاج بتاعنا. نصايح عامة، اشرب ميه كتير. اجهزه الكترونيه احاول ان انا اقللها على قدر الامكان، او لو مضطر لازم اقعد كل شويه اغمض وافتح عيني. زيت السمك او الاوميجا 3 بيقوي الدموع بتاعتنا. كمادات الميه الدافيه ممكن في بعض الحالات اللي فيها التهابات. وربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب. في حل غير النضاره؟ انا مش عارف يا استاذ حازم كان راي حضرتك ايه؟ كان سؤالك ايه من الاول؟ تقدر تعمل عمليه الليزك بتخدير كامل؟ ينفع بس مش محتاجين ان احنا نعمل كده. ليه نعمل كده؟ عمليه بسيطه خالص. ليه اعمل ليزك ليه ادخل نفسي في بنج كلي؟ عملتها قبل كده مرتين.
بس ما كانتش مستاهله يعني. بس كنت اعملها لناس عندهم مشاكل طبيه، هو عنده مشكله نفسيه ان هو لو اتحط في السرير عمليات هيغمى عليه، هيحصل له مشكله او حاجه زي كده. وواحد فيهم كمان يعني قلت له هنديك مهدئ ومش محتاجين بنج كلي، رغم ان هو راح يعني عند كذا دكتور وعدينا والعمليه اتعملت بمنتهى السهوله. عيني اصغر من عين بشكل واضح ومش عارف السبب، لا نكشف، دي حاجه محتاجه كشف. دي حاجة محتاجة كشف. كذلك برضو سوريا، عملت عملية حول وعندي شهر عملت عملية ما زالت صغيرة عين كبيرة، دي محتاجة كشف. ما نقدر نقول ايه السبب من دون كشف. العين كسولة بتفضل كسولة على طول. والله لو عالجناها في الفترة الأولانية اللي هي فترة ثبات النظر، فترة تكوين النظر اللي هو من 6 ل 8 سنين مثلا، ممكن النظر يتحسن. محتاجة إن احنا نلحقها. يا جماعة الناس لما بتيجي تعمل بقى فولو اب كويشن تاني تسأل سؤال تاني، أنا بكون نسيت هم قالوا ايه في الأول. طيب أنا هجيب التابلت عشان الحامل الموبايل بيتهز، معلش ثانية واحدة. اه ده الاستاذ اللي بيقول نعمله ببنج كامل. بص عمليه الليزك يا جماعه ما بتتشافش، ما ينفعش يعني احنا بنعرضها بس انت لما تشوفها. يعني انت لما بتشوف الدكتور بيصور عيان، العيان نفسه مش حاسس بحاجه، هو مش شايف قدامه حاجه غير نور بيضرب في عينه. وكمان دلوقتي عندنا عمليات مثلا كلها بالليزر، في امكانيه ان احنا نديك دكتور التخدير يديك حاجه تهدي اعصابك شويه بحيث ان انت ما تتوترش. عملت ميه بيضة بقالي شهر بس حاسه الرؤيه مش مرتاحه. عادي ممكن نعمل مقاس نضاره جديد. الليزك بكام تقريبا؟ نظري سالب 3/4. ده مقاس بسيط، انا ما اعملوش غير بشروط، ما اعملوش غير لو فعلا مؤثر على النظر بتاعك، فانت محتاج كشف يا بيتر. شكرا يا ولد البوادي. هل الالتهاب يسبب جلوكوما في عين واحده؟ حدد بقى، هل انت عندك التهابات داخليه، التهابات قزحيه مثلا؟ ممكن. انما التهاب عادي كده في العين من بره؟ لا. طيب التهاب وخدت له كورتيزون؟ يعني سؤالك محتاج يعني محتاج توضيح. استاذ خالد النجار بيقول كشف وعمل نظاره، النظر ممتاز في القريب، في البعيد في عدم وضوح وبدون النظاره بيكون افضل. احنا ممكن نراجع تاني مع مع الدكتور اللي كتب لنا النظاره، ممكن يكون المقاس مش مظبوط او احنا مقاسنا يكون بسيط اساسا. زراعه عدسه في ميه بيضاء لمريض الجلوكوما، هل له مضاعفات في المستقبل؟ لا، بس احنا بنكون مظبطين الضغط ان شاء الله قبلها. في بعض الحالات اللي بيكون عندهم جلوكوما لما بنشيل لهم العدسه، بالذات لو العدسه منتفخه، العدسه الربانيه اللي فيها الميه البيضاء، العمليه نفسها بتخفض ضغط العين، فممكن يبقى لها تاثير ايجابي اهو. بس ان شاء الله خير باذن الله. في دكتورة قالت لي إني لازم أكون صاحية وقت العملية وأنا مش هتحمل. بصوا يعني من حيث الإمكانية ممكن إن إحنا نعملها ببنج كلي عادي، بس أنا شايف إن هي مش محتاجة. إحنا نقعد معاكم ويعني نطمنكم خالص، هتحسوا إن الموضوع بسيط ومش محتاج. والله أنتم متوترين ومحتاجين إن إحنا خلاص مش هينفع تتعمل إلا كده. ممكن في إمكانية. ينفع ليزك لسمك قرنية 470 ندى؟ على حق أعتقد يا ندى إن أنا جاوبتك قبل كده. ما اقدرش اقول اه او لا، دي محتاجه فحص اضافي، ومحتاجه فحص للعين، ومحتاجه اشعه اضافيه اسم اللي هي اسمها كورفس، ومحتاجه نجرب المقاسات على جهاز التصحيح، محتاجه كذا حاجه عشان ابقى مطمن من الامان بتاع العمليه. 470 ده سمك قليل قوي، كنا قبل كده مش بنعمله خالص لحد ما طلع مصطلح اسمه نون باثولوجيكال سين كورن، يعني قرنيه رفيعه ولكن طبيعيه. مين اللي هيكشفها لي؟ اختبارات اللي هي زي اختبار زي الكورفس ده بيقول لي تحمل القرنيه اخباره ايه. البنتا كام بيقول لي القرنيه 470، بس ما بيقوليش 470 ده رفيع ولا تين.
هو بيقول لي ان 470. انت بقى كدكتور بتقول اي حاجه رفيعه هي ضعيفه، اي حاجه تخينه فهي قويه. بينما القرنيه مش كده، واحنا اجسامنا مش كده. لو واحد رفيع مش بالطبيعي ان هو يكون مش لازم يكون ضعيف، ممكن يكون واحد رفيع ولكنه جسمه قوي. وكذلك العكس، ممكن يكون واحد تخين ولكنه جسمه ضعيف. فاحنا محتاجين فحص اضافي ومحتاجين كشف كويس. يعني ده ما نقدرش نقول كده غيبا. معلش انا طولت في السؤال ده عشان نبقى عارفين ان في حالات محتاجه، يعني محتاجه اجتهاد شويه من الدكتور عشان النتيجه تبقى كويسه، عشان ما نندمش نقول يا ريتنا ما عملناها. عندي ليزر عشان سقوط في الشبكه، هل صعبه العمليه؟ دي مش عمليه، ده اجراء. انت بتقعد تسند دقنك وتكون حاطط قطره توسيع، الدكتور معاه عدسه وبيضرب ليزر في الثواني، في 5 دقائق تكون مخلص. فهي مش عمليه ان شاء الله. كسل العين ممكن يحصل مضاعفات. هو الكسل اصلا اساسا مضاعفه، يعني انا مش شايف كويس بعيني. فهو الكسل نفسه حاجه مش كويسه يعني. بس هيحصل منه حاجه تاني اضافيه. لو كان عايز يحصل كان حصل، يعني لو كان عايز يحصل حول مثلا كان حصل. ما دام ما حصلش حاجه يبقى ان شاء الله تمام. نحاول نعالجه لو لسه في الفتره الاولانيه، او لو هنجتهد ونعمل تمارين لو ما عملناش نجتهد ونعملها. ايه سبب الاكياس الدهنيه؟ سببها التهاب في الغده، في القنوات الدهنيه اللي ماشيه جوه، اللي هي الغده بتاع اسمها ميبوميان جلاند. بتتسد تتقفل، يعمل التهاب وانتفاخ وكيس دهن. اساسه ممكن يكون التهاب مثلا في الرموش، او مثلا واحد عنده التهابات متكرره في سطح العين، او واحد لمس حاجه مش نظيفه وحطها على عينه، او واحد بشرته دهنيه فمعرض للموضوع ده، واحد بياخد مثلا ادويه زي بتاعه حب الشباب فممكن تعمل الموضوع ده. لا قدر الله واحد عنده السكر فمناعته ضعيفه فاي حاجه تعمل له التهابات. لو سمحت رد على سؤالي، هو ما عداش عليا والله. ممكن تفاصيل عن عملية الليزك، تفاصيل بسيطة. عملية الليزر دي عملية الليزك عملية تستخدم جهاز الليزك بيولد شعاع من الليزر اسمه اكزايمر ليزر. مش مهم، عملية بالليزر بتعدل في شكل القرنية عشان نشوف كويس. العملية دي ممكن تنقل واحد حياته تبقى أحسن قرار في حياته، ممكن يبقى أسوأ قرار في حياته. العبرة إن إحنا نعمل العملية عند مركز متخصص ونكون عاملين فحوصات العين كلها. لما بنكون عاملين فحوصات العين احنا مش عايزين نكلفكم فلوس، ولكن ده بيدينا معلومات اضافيه عن القرنيه بتاعتنا، فنقدر نستبعد الناس اللي ما ينفع لهمش عمليه، اللي هم لو عملوا العمليه الموضوع هيبقى سيء بالنسبه لهم. فلما بنعمل نجتهد وبنعمل الفحوصات وجهاز حديث ودكتور خبره، ان شاء الله العمليه بتكون كويسه. طيب بعد العمليه الاجراء نفسه مع الطبيب المدرب ما ياخدش 5 دقائق. بعد العمليه بتعيش حياتك خالص مع بعض التعليمات البسيطه زي منع فرك العين ومنع دخول المياه جوه العين. النظر بيتحسن بالتدريج ان شاء الله. اتمنى ان المعلومات دي تكون فادتكم. شكرا يا حسن. رحمة بتقول إن هي عاملة PRK وشغلها على الموبايل وخايفة إن النظر يضعف. طيب يا رحمة، استخدامنا لعينينا مهما كان هلكنا لعينينا مش بيضعف النظر. ما دام النظر بتاعنا ثبت خلاص والنظر ما بقاش بيضعف، مش هيرجع يضعف تاني مهما عملت في عين. الموبايل، الكمبيوتر، الحاجات دي كلها تعمل احمرار، تعمل حساسية، تعمل صداع، ما اقدرش افتح عين. ممكن تعمل حاجات تانية كتير بس مش هتضعف النظر ان شاء الله. فاطمني وان شاء الله خير. استاذ ابراهيم، حصل لي التهاب في العين وما عالجتوش وصار لي جلوكوما، الف سلامه عليك. لازم تتابع بقى خلاص وناخد ادويه لتخفيض الضغط. استاذ عزو، عندي مشكله لما اسكر اي عين من عيوني بتضلم. ده انا بنهزر ولا ايه؟ يعني لما بتقفل عينك بتضلم؟ طب والله دي حاجه جديده، يعني اكتشاف. تيجي زيارات اسوان؟ لا باجي الاقصر ان شاء الله. 1v1 اعرف تصير لي عمليه تصحيح ليزر، ايه الفحوصات اللي لازم اسويها وارسل لك؟ طيب لو انت عندك المقدره ان انت تيجي مصر وتشرفنا ونعمل الفحوصات والعمليه تمام. لو انت ما عندكش مقدره يبقى ملهاش لازمه، يعني رايي مش هيفيد في حاجه. رايي مش هيفيد في اي حاجه. هنروح لدكتور في البلد بتاعتنا ويكشف علينا ونستشيره في العمليه. لان انت قلتها مليون مرة، انت مش قادر مثلا، او مش من بلدنا او بعيد عننا او لاي سبب مش هتعمل معايا. انا رأيي مش هيبقى مفيد ليك بحاجة. اولا هيشتتك. فرضا انا مثلا من محب الليزر السطحي وقلت لك حالتك دي محتاجة ليزر سطحي، رحت لدكتور تاني
قال لك انا هعمل فيمتو ليزك، والاثنين يكونوا صح، يبقى انت كده استفدت ايه؟ استفدت ان انا شتت القرار بتاعك. طيب هتيجي تقول للدكتور والله انا عايز اعمل ليزر سطحي، ممكن يقول لك لا انا ما بحبش الليزر سطحي، انا بعمل فيمتو ليزك. تمام. انت مش هتقدر تجبر الدكتور ان هو يعمل لك العمليه، فانت خليك مع الدكتور اللي هيعمل لك العمليه وما تشتتش نفسك خالص. تمام. عندي ضوء ابيض مع انه عندي شهر ونص على آه على ليزر تمازق الشبكيه. والله احنا ما نفحص اطراف الشبكيه، اطراف الشبكيه كويسه خلاص نطمن. انت مكرر السؤال كتير يعني. جزاك الله خير. اختي عملت زرع عدسات مش بتشوف القريب، ده يبقى كده هي شالت العدسه الربانيه وحطت عدسه مكانها، ده الطبيعي، والمفترض ان الدكتور قايل لنا كده عشان نبقى عاملين حسابنا قبل العمليه. ممكن ابعت لك مقاس تقول لي محتاجه عمليه ولا لا؟ ماشي. انا عندي ناقص 14 وناقص 17 في الليل، الرؤيه ضعيفه. احمد معلش يا احمد، ده طبيعي عشان احنا عندنا يعني عندنا قصر نظر شديد، فغالبا العينين اكبر شويه، وغالبا الشبكيه بتاعتنا رفيعه، فده طبيعي. معلش البس النضاره بتاعتك وخد فيتامينز او حاجه زي كده تقويه، وان شاء الله باذن الله تمام. همسه ازيك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. ساعديني بقى، انا غرقان في الكومنتات يعني لو انت فاضيه. الاستجماتيزم عندي 4 في كل عين، كده إعفاء من الجيش ممكن. سبب الحول الرهابي؟ أول مرة أسمع عن الكلمة دي، معلش لو قول لي قصدك إيه؟ مفيش حاجة اسمها حول رهابي. في حول أنسي، حول وحشي، حول ظاهر، حول خفي. بنتي عمرها 6 شهور وقال لي عندها طول نظر. أعتقد إن أنا رديت عليك. ليه خايف عليها؟ نلبس النضارة وإن شاء الله خير بإذن الله. أنا رديت عليك قبل كده. طمن والبس النضارة. يعني لو جت على قد، يعني لو اختبارنا في الحياة ان هي على قد نظارة فدي حاجة بسيطة. في ناس اختبارها في الحياة ان ولادها للأسف مش هيشوفوا. فعايزين يعني إيماننا يبقى قوي بربنا ونقول الحمد لله، وما نقولش بقى أصل الدنيا صغرت في عيني، أصل الدنيا سودت في عيني. معلش الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لو جت على قد نظارة عادي. كمان 20 سنة هيبقى نص البشرية لابسين نظارات، يعني لو البيت فيه 4 2 منهم لابسين نظارات. فهنقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. قضاء خف من قضاء، وفي ناس تانية في اختبارات أكبر من اللي احنا فيها بكتير. تمام. عندي كيس دهني في الجفن العلوي. طيب المفترض ان احنا اكتشفنا بناخد قطره دلوقتي مضاد حيوي، واهم حاجه نعمل كمادات ميه دافيه. بنستنى كده اسبوع او حاجه وبعدين بنشوف الموضوع يتحسن خلاص نكمل بقى بالكمادات، فان شاء الله هتروح باذن الله. والله ما تحسنش ممكن ان احنا نشيل. عملت فهمت سمايل بس ما تحسش اني بشوف زي الاول. اي عمليه تصحيح بنستنى لحد 3 شهور وبنقيم نشوف المقاسات المتبقيه بتاعتنا ايه، نروح للدكتور بعد 3 شهور ونتابع ونطمن ونهدى ان شاء الله. اغلب الحالات بتتحسن لوحدها. يا جماعه اللي بيقول يا دكتور رد عليا ده، يعني لو كتب السؤال بدل يا دكتور رد عليا هقرا السؤال، انما مش بشوف السؤال. وردة البيت ممكن الرد، اعتقد ان انا رديت على حضرتك. والله اعتقد ان انا رديت على حضرتك من اول اللايف. صار 9 شهور من عملتها خلاص، يبقى نرجع للدكتور المعالج. انا للاسف يعني مش من الناس اللي بتفضل الفيمتو سمايل. بس يعني اغلب الناس بتشوف كويس. عملت عين واحده زرع عدسات العين التانية قال لها البسي نظاره. طيب خلاص تمام. العشاء الليلي والله لسه ملوش علاج، منتظرين العلاج ان شاء الله. الأعراض السلبية والإيجابية الخاصة بزراعة الحلقات في القرنية المخروطية. الإيجابية إن هي ممكن تحسن النظر، حتى لو كواليتي النظر اتحسن، وده يعني أمر بيقدره جدا مريض القرنية المخروطية. السلبيات إن يعني مش كل الناس بتتحسن، أغلب الناس بتتحسن بس مش كل الناس بتتحسن. ممكن أشوف ظل أو خيال الحلقة دي لو أنا حجم الحدقة بتاعي واسع. بس أنا في حياتي ما شفتش حد إن شاء الله كان عنده مشكلة كبيرة. في بعض الناس ما اتحسنتش قوي كمقاسات نظر، وفي ناس اغلبهم 75% اتحسن.
عملت عمليه من 15 سنه وعيني بقت اضعف. العين 1 وربع. طيب يا ام فارس، 1 وربع ده مش مقاس كبير، يعني ممكن ما يكونش عمل لنا عائق خالص، ممكن نلبس له نضاره بسيطه او نكمل تصحيح الابصار مره تانيه. دايما في حك عند منبت الرموش، وبلاقي زي حبوب فيها ماده بيضاء، غالبا كده انتوا عندكم التهاب في طرف الجفن، فمحتاجين كشف عند الدكتور، لان مش هينفع اقول قطرات فيها مضاد حيوي او قطرات حتى فيها كورتيزون بدون استشاره الطبيب. الحاجات اللي انتوا هتعملوها كمادة ميه دافيه كل يوم مع تدليك الجفن، شرب ميه كتير، اوميجا 3، و اعتقد كده انا قلت كل الحاجات يعني، مع قطره مرطبه طبعا. الموضوع ده مش عايزين ان هو يتحول لالتهاب مزمن، هنعمل الحاجات دي وهنروح للدكتور يدينا علاج ضروري. عملت جراحة مية زرقاء مرتين وفقدت الرؤية، والآن التهابات واحمرار. ألف سلامة على حضرتك. واضح إن الموضوع كان متأخر شوية، أو عملنا العملية في وقت متأخر. مفيش حاجة يعني للأسف نرجع بيها العصب، ممكن نحافظ على العين التانية. بالنسبة للالتهابات بقى، احنا ممكن ناخد قطرات وكمادات مية باردة، يعني نجرب كده القطرات لحد ما نوصل القطرة المظبوطة اللي احنا هنيجي عليها ونخف إن شاء الله. ألف سلام عليكم طبعا. خلاص احنا جاوبنا موضوع زراعة الحلقات الحمد لله. الدكتور قال النظر تمام، بس صار فيه جفاف وحساسية. خلاص هو يكتب لنا علاج بقى للجفاف والحساسية وإن شاء الله نحسن. بنتي هتعمل عملية لتصحيح حول وحشي متقطع، بقى لها 3 سنين لابسة نظارة. تمام. خلاص هنعمل العملية وإن شاء الله بإذن الله تتحسن بإذن الله. يا ريت يا ريت بلاش تكرار، الله يخليكم. أنا بحاول أرد على كل الكومنتات يعني اللي بيكرر ده هو بيجاوب، أنا بجاوب على كومنته، بس هو بياخد يعني سؤال حد تاني. عندي مشكلة، عامل ليزك من 7 سنين و6 شهور، مشكلة في السواقة بالليل والضوء بينحرف وزغللة نورهان. قطرة مرطبة بكمية عالية 5 6 مرات في اليوم، ونصبر على الموضوع ده شوية، وبعد كده ممكن نروح للدكتور اللي عملنا عنده العملية يطمن المقاسات بتاعتنا كويسة، وإن شاء الله بإذن الله تكون كويسة. أقصد من الحول الرهابي إن حول بيظهر فجأة مع التوتر ولا لا، ده اسمه حول خفي. يعني المصطلح كده عندنا اسمه حول خفي، مش بيظهر طول الوقت. العلاج الاساسي بتاعه او التقييم الاساسي بتاعه ان احنا بنكشف عند الدكتور، بنشوف عندنا ضعف نظر ولا لا. لو عندنا ضعف نظر بنلبس نظاره، وبنقيم بقى الموضوع هو بيظهر في خلال قد ايه. لو المخ مسيطر على الحاله اطول وقت ممكن، خلاص مش بنعمل عمليه. لو الموضوع بقى ظاهر فتره اطول، ساعتها بنفكر في عمليه للحول. عندي خيوط وعندي الم رقبه فظيع معقول منها، ما فيش ربط كبير دلوقتي في دماغي ما بين الرقبه وحاجه زي كده، الا لو في بعض الناس اللي بيكون عندهم خيوط وذبابه والحاجات دي بيكون بعض الاعراض نتيجه يعني صداع نصفي. لو ما عندناش صداع نصفي تمام. احنا عايزين نشوف الاول موضوع الالم بتاع الرقبه ده، لان ده حاجه محتاجه ان احنا نهتم بيها. موضوع الذبابه او الفلاشات او الحاجات دي موضوع نفسي اكتر منه عضوي، يعني ان شاء الله ما فيش منه مشكله. بس الموضوع الرقبه نعالجه وان شاء الله خير باذن الله، ممكن الاثنين يروحوا مع بعض. العدسات اللاصقه بعد عمليه التصحيح تنفع عادي، بس يعني بعد شهر على الاقل، ونستخدم عدسه من نوع كويس. مكان حضرتك اضغط على كلمة دكتور العيون، هيطلع لك اللوكيشن والعنوان، وممكن تبعت لي رسالة على الخاص. مكاننا في المهندسين وفي المعادي، وبنعمل زيارات لمحافظات الأقصر والغردقة. العفو يا فندم، لا شكر على واجب. عندي شكشكة وأنا كشفت، وعندي نقص نص درجة وانحراف نص درجة. طيب نص درجة ده ما يعملش حاجة إن شاء الله، يبقى ناخد بقى قطرة مرطبة ونتابع مع الدكتور إن شاء الله. ما أعتقدش إن دي مشكلة كبيرة، وبإذن الله زي ما جت زي ما هتروح إن شاء الله. أنا بعتذر، ممكن الرد تاني؟ أنا مش فاكر السؤال، معلش أنا آسف. أريد الذهاب لمصر لعمل تصحيح إبصار، زرع العدسة. كيف أعرف إن العدسة مالية مناسباني أو لأ؟ ده بالكشف وبالفحص. بالكشف لازم الدكتور يكشف على عين المريض، يعني ما ينفعش إن أنت تحكي لي عن حالتك يا دكتور أنا عندي قصر نظر عالي وده الفحص أهو، إنما أنا ما شفتش عينك، أنا ما شفتش الشبكية بتاعتك، لازم إن إحنا نشوفك. التقييم المبدئي لزراعة العدسة بتكون لو مع واحد مقاساته عالية وواحد فحص القرنية بتاعه رفيع، ده بيبقى تقييم مبدئي.
فحضرتك ممكن تعمل فحص قرنية ومقاس تصحيح ومقاس نضارة وتبعتهم لنا على الخاص. أستاذ مازن، إحنا جاوبنا على سؤالك. الحولي الخفي بتاعنا، الحولي الخفي بتاعنا ده علاجه إن إحنا بنكشف عند الدكتور، ولو لينا مقاس ضعف نظر بنلبس النضارة بتاعتنا وبنقيم الموضوع. هل المخ مسيطر على الحالة ولا لا؟ مسيطر على الحالة، خلاص مش بنعمل حاجة. طيب بدأ الموضوع يبقى مضايقنا، ساعتها بنفكر في عملية لو الموضوع بقى كبر. انما هو بيجي لحظة وبيرجع، لا ما بنعملوش عملية. تمام يا جميل. حركة شديدة في العينين مولود بيها، قصدك رقرقة. الرقرقة للأسف غالبا ملهاش علاج وهي مش بتأثر على النظري، يعني على حد إمكانياتي المتواضعة هي ملهاش عملية لسه، عملية حول. أنا ألبينو ماينس 11، هل ينفع زرع عدسات؟ وهل يحسن النظر؟ كل الموضوع ده مرتبط بقياس عينك وفحص الشبكية. الألبينو اللي عنده نقص في الصبغة ممكن يكون نقص الصبغة كمان موجود في الشبكية والشبكية تكون ضعيفة، فالعملية ممكن تحسن النظر لو النضارة اللي بلبسها بالمقاسات دي بتحسن النظر. أنا مش عندي شكشكة، عندي شقيقة. طيب انتوا بقى كاتبينها غلط. أوكي طيب، الصداع الشقيقة أو الصداع النصفي بيعمل زغللة في العين، بيعمل زغللة في العين لدرجة إن هو ممكن يعمل كمان الفلاشات والذبابة الطائرة. فربنا يشفيكم ويعافيكم يا رب. مفيش مشكلة من عملية الحول الوحش البنت 7 سنين ونص، مفيش إن شاء الله مفيش مشكلة بإذن الله، والكلام على الله، مفيش أي مشكلة خالص. هتقوم بالسلامة إن شاء الله، والعملية تبقى كويسة و... والأمور تبقى طيبة بإذن الله. ينفع استبدل نظارة بعدسات لعمر 6 شهور لصعوبة لبسها؟ ما عنديش خبرة ازاي نلبس طفلة عندها 6 شهور عدسة لاصقة، ازاي هتلبسوها وبتدعك في عينيها وايديها مش نظيفة وممكن تدخل تراب جواها؟ لا طبعا مفيش صعوبة ان شاء الله. يعني ممكن اوريكم فيديو لطفل عنده ضعف نظر، اول ما لبس النضاره ازاي شاف كويس وممكن تبقى حاجه في الاول مش متعود عليها، بس اول ما يشوف كويس هيبقى مرتاح فيها ان شاء الله. والنضارات بتاعت الاطفال بيبقى فيها استك من ورا مثبتاها على العين، انما عدسه لاصقه في طفله 6 شهور لا يجوز. ما هي اعراض بعد الليزر؟ وضح السؤال، معلش وضح السؤال. يعني ايه اعراض بعد الليزر؟ بعد تصحيح الابصار؟ وضح السؤال يا جماعه. انصح احسن عدسه للكاتاراكت مريض الجلوكوما هي ما فيش عدسه لمريض الجلوكوما، هي في عدسه لل يعني العدسات الامريكي بتكون مفضله. العدسات الامريكي بتكون حاجه اسمها هيدروفوبيك، يعني غير محبه للميه، فالخلايا مش هتترسب عليها، فمش هنحتاج نعمل او فرصه ان احنا نعمل تلميع للعدسه قليل. اعراض بعد ليزر: تمزق الشبكيه، ممكن شويه الم، شكشكه في العين، دموع، شويه فلاشز، يعني ان شاء الله ما تبقاش اكتر من كده. ممكن ارسل لك توبوغرافيا القرنيه، تمام، بس ما تسالنيش ايه نوع العمليه، لان يعني مش هقدر اقول نوع عمليه في حد انا مش هعمله، ده متروك بالكليه للطبيب المختص الزميل اللي هيعمل العمليه، لا نصادر على رايه. هل النظر يسبب دوخه؟ أم، يعني مش قوي، الا بقى لو واحد عنده ضعف نظر شديد، بس غالبا الدوخه يبقى ضغط، يبقى انيميا، الحاجات دي كلها. لو خدش بسيط في القرنية، ابني كان حاطط صابعي، ممكن الليزر السطحي؟ اه بعد التئام الجرح خلاص ممكن نعمل ليزر سطحي عادي، مفيش مشكلة ان شاء الله. قطرة فلوكا، قطرة فلوكا فيها كورتيزون فممكن تعلي الضغط عند حضرتك. اه هي المادة اللي فيها فلوروميثانول مش بتعلي الضغط قوي، بس يعني مش عارف مين اللي كاتبها لحضرتك، لازم يكون دكتور اللي كاتبها لحضرتك. هي عملية الحول لو عندي انحراف بسيط في العين، هل العملية ده تبقى خطر؟ يعني ايه خطر؟ احنا بنتكلم العملية تنفع تتعمل ولا لا؟ في نسبة معينة لو حول بسيط قوي الدكتور مش بيعمله، لأنه وارد إن الحول يقلب الناحية التانية. بعد الحول الوحش هتعامل ازاي؟ مفيش مانع، الدكتور هيقول لكم التعليمات بعد العملية، وطبعا كل دكتور ليه الحق ان هو يقول التعليمات بتاعته، ان شاء الله تعليمات بسيطة يعني، مفيش حاجة معينة اطمنه. يا دكتور التصحيح انا عامل اللي عامل تصحيح بقى مش تصريح، بس عينيا بتحمر، بحط قطرة فريش 10 مرات في اليوم،
لا كده كتير، لو انت كده بتحطها كتير، لو مش بتتحسن لا بترجع للدكتور. ممكن تكون في حاجة تانية، يعني قطرة الترطيب لوحدها في حالتك مش كفاية، ممكن تكون محتاج قطرة حساسية او قطرة مضاد حيوي او حاجة زي كده. لؤي كيف اتواصل معاك؟ تنورني يا لؤي، ابعت لي رسالة على الخاص. يا دكتور تصحيح بس عيني بتحمر. اه احنا خلاص ردينا على السؤال ده. هل يوجد حل للأقواس الموجودة في الزجاج؟ انا مش عارف ده سؤال ايه يعني، سؤال في العيون ده ولا ايه الزجاج ده؟ ايه الزجاج ده يا استاذي؟ ليه يا دكتور الاستجماتيزم بيزيد بدون وجود قرنية مخروطية؟ انا ما شفتش حالة الاستجماتيزم يزاد فيها بدون وجود قرنية مخروطية، الا اذا كان القياس اساسا مش مظبوط. ايه اللي هيخلي استجماتيزم يزيد بدون وجود قرنية مخروطية؟ يعني بصراحة ما شفتش حالة أنا تابعتها قست المقاس بتاعها كان واحد بقى اتنين بقى تلاتة لوحدها كده بدون وجود قرنية مخروطية. يبقى هعمل فحص إضافي، فحص كورفس يطمني القرنية دي فيها بداية فيها شك في وجود ضعف ولا لا، لأن بعد ثبات النظر مفيش حاجة بتضعف النظر مرة تانية. ده عند أغلب الناس مش موجود. بقالي شهر ونص في زغللة ودورية خفيفة في النور، بالذات في النور. عبد الرحمن، يا إما جفاف عين يا إما ضعف نظر. هما حاجة من الاتنين دول غالبا، يا إما جفاف عين يا إما ضعف نظر يا إما الاتنين مع بعض. كنت طلبت فيديو من حضرتك عن ضعف النظر للأطفال. والله عملت فيديو يعني مفصل على اليوتيوب عن النضارة الطبية في الأطفال. كنت متخيل إنه هيجيب مليون مشاهدة، لأن قعدت أسبوع بحضر فيه. الحمد لله جاب 500 مشاهدة. إيه أفضل قطرة مرطبة للعين ممكن أحطها كام مرة؟ القطرات غالبا اللي هي ما فيهاش مادة حافظة، اللي هي بتبقى في صورة أمبولات. في منها حاجة مصري زي البولي فريش إكسترا، وفي منها حاجة مستورد بقى زي يعني أبرزهم مثلا السيستان. بشوف البعيد والقريب لكن بشوف الحاجات القريبة. بشوف البعيد والقريب لا، بشوف الحاجات البعيدة والقريب لا، يبقى محتاج نظارة قراية يا أستاذ أبو سمكة. ممكن تشوفوا الفيديو هنا، يعني اسمه النضارة الطبية في الأطفال. مش فاكر كنت منزله مجزأ ولا لأن هو كان فيديو طويل. ويا ريت برضه اللي معانا على اللايف لو يعني اشتراك على قناة اليوتيوب هتلاقوا عليها معلومات. أغلب الأسئلة دي كلها متجاوبة على فيديوهات على اليوتيوب. عملت ليزر لتمزق الشبكية ولم يعطيني الطبيب قطرات. اسألوا بصراحة، مش عارف ليه ما عملش كده. العدسات السويسرية ايفو دي قصدك الاي سي ال؟ ابو سمكة، انا قلت لحضرتك انت محتاج كده نظارة قراية، بتشوف الحاجات البعيدة كويس الحمد لله بس الحاجات القريبة لا، يبقى الحل نظارة قراية ان شاء الله. لازم قطرات؟ ما اعرفش، اسألوا الدكتور بتاعكم. انا مش عارف الحالة بصراحة يعني. يعني على الاقل خدوا قطرة مرطبة. الدكتور كان بيقول لي قبل الليزك ان في حالتي ما فيش فرق بين الليزك التقليدي واللي فهمته فعملت التقليدي. طيب تمام اوكي، ما دام ما فيش فرق خلاص يبقى ما فيش داعي ان احنا نصرف فلوس اكتر. انا عامله ليزر سطحي وبقيت بحس ان القطره المرطبه بتتعبني. طيب هنبطلها ونشوف، نبطل القطره المرطبه ونشوف، ممكن عينينا ما تبقاش محتاجها خلاص. اه في حالات ما فيش فرق، لو القرنيه بتاعتي قويه ومقاساتي ما هياش عاليه وخلاص ما فيش فرق. ممكن الضوء الابيض لانه لم يعطيني قطرات. انا مش فاهم معنى السؤال بصراحه. العدسات الايفو لينس الاي سي ال عدسات كويسه.
هتزرع العدسات كويس في حاله ان الليزر ما ينفعش كويس، بس تكون عينينا كويس يعني تنفع لها العمليه. ان شاء الله اي حد ما جاوبتش عليه ممكن يبعت لي على الخاص باذن الله. يعني هو النهارده لايف خفيف كده لحد الساعه 2 او 2 و10، وباذن الله هنسيبكم بقى، اللي عايز يعمل حاجه، عايز يتفرج على ماتش، عايز ينام. شكرا يا جميل. كيف اخد الاحتياط حتى لا يكون عندي جفاف العين؟ تشرب ميه كفايه، تاكل اكل فيه فيتامينز، لو هنخرج بره نلبس نظاره شمسيه، وممكن ناخد اوميجا 3، ده حاجه برضه بتساعد. ما عنديش فكره عن تجربه لزراعه العصب البصري يعني. حالتي خطيره، بعتلك على الواتساب. هل هناك جديد في زرع خلايا الشبكيه؟ لا والله ما عنديش معلومه. ما عنديش معلومه يعني حاجه جديده، ما فيش حاجه جديده يعني عن زرع خلايا الشبكيه. بعتذر منكم والف سلام عليكم طبعا. كلمنا يا دكتور عن المية البيضاء وأسبابها. ماشي ماشي يا فلاور، عينيا. أسبابها بسيطة. واحد كبير في السن، العدسة بتاعت العين حاضر يا أستاذ محمد، هجاوب على حضرتك. العدسة بتاعتنا خلاص كانت طرية، نشفت لحد ما حصل فيها مية بيضاء، فده السبب الأول، الكبر في السن. تاني حاجة، أمراض زي السكر، زي كورتيزون، زي التهابات، أدوية زي كورتيزون. كنوز عايزة تلعب معاك كو هوست، ماشي. قلنا ايه، كنا بنقول ايه؟ بس يعني دي اغلب الحاجة. واحد اتخبط على عينه. كان في حد صديقنا بيقول بيشوف نقطة قدامه، افحص شبكية وان شاء الله بإذن الله تطمن، اللي هي نقطة السوداء دي، وتطمن ان مفيش حاجة ان شاء الله. افحص شبكية وبإذن الله تلاقي الامور تمام. انا عاملة ليزك وبشوف نور طالع منه شعاعات، مش نور بس الرؤية تمام. جنة الرحمن عمليتك كويسة، سيبك من اي حد يقول لك اي حاجة، طمني قطرة مرطبة، شيلي الكلام ده من دماغك واستمتعي بنظرك، وتلاقي الموضوع ده راح لوحده. عينينا يا ابو سمكة، عملية التصحيح كده تمام. اللي أكتر من 40 سنة وبيعمل عملية بيشوف البعيد، بس القريب بيحتاج نظارة. عندي انحراف 3.75 بيحتاج زراعة عدسة. لا 3.75 انحراف يعني استجماتيزم، يعني لو القرنية كويسة بنعمل له ليزك. هل علاج العصب البصري فعال لأي مشكلة بالظبط يا دمبل؟ قول لي أي مشكلة. الضمور لا للأسف. أستاذ يوسف، عندي حرقان في العين بس مش على طول، بس أوقات كثيرة. ممكن تكون حضرتك مش بتشرب ميه كفايه، ممكن تكون حضرتك بتستخدم الموبايل كتير، ممكن تكون محتاج قطره مرطبه. يعني الحاجات دي كلها حاجات بسيطه كده نعملها، وناخد قطره مرطبه وان شاء الله باذن الله نتحسن. النقط الصفراء والاوعيه اللي بتبقى حوالين البؤبؤ وتفضل مكمله على طول، لا ان شاء الله مش بتفضل مكمله. ويعني نبعد عن المرايه شويه، كل دي حاجات يعني، دي حاجات فرعيه. المهم عندي النظر بتاعي يكون كويس. المهم ما يكونش فيه اعراض زي الجفاف، زي الحرقان، زي الهرش، زي الزغلله، زي الكلام ده كله. كم سعر الليزر السطحي؟ ممكن حضرتك تشوفي لي، آه، تبعتي لي المقاس على الخاص. عندي انحراف 3.5، 3.75 ينفع؟ ينفع ان شاء الله. ابو سمكة، وحضرتك عامل العملية فين؟ عند اي مركز؟ ابو سمكة العربي باشا، حضرتك عامل العملية فين يا فندم؟ اوميجا 3 تقوي شبكية العين. اوميجا 3 حلوة للعين عموما. هل هتقوي الشبكية ولا لا؟ هيبقى ليها تأثير ولا لا؟ هي حاجة لازم ان احنا ناخدها. يعني في بعض الحالات زي مثلا الشبكية السكرية، زي رشح الشبكية، زي الحاجات دي بيكون ليها دور ان هي بتقلل الالتهابات، فممكن تقلل مثلا حدوث رشح او مضاعفات للسكر او مضاعفات للاوعية الدموية اللي تحت مركز الابصار والحاجات دي.
جفاف العين ليه علاقة مع الدموع أو غدد أخرى هي اللي بتفرز المادة المرطبة. في 3 غدد أو أكثر بتفرز الدموع: الغدة بتاعة المية، والغدة المخاطية، والغدة الدهنية. ال3 دول بيتألفوا في معجزة ربانية فريدة من نوعها عشان يطلعوا لنا حاجة اسمها السائل الدمعي. السائل الدمعي ده مكون من كذا طبقة، اللي هو احنا قلناه: مية، عليها طبقة من الدهون، عليها طبقة من المخاط. الدموع بتاعتنا غير اي قطره موجوده في الدنيا. ان انت لما يجي لك مثلا التهاب في عينك فتلاقي فيه مضادات للالتهابات افرزت في الدموع بتاعتك. يجي لك حساسيه تلاقي فيه مضادات من الحساسيه افرزت في الدموع بتاعتك. تلاقي جالك فيروس فينشط المواد اللي في الجسم المناعيه اللي بتحارب الفيروس. كل الكلام ده استحاله يبقى موجود في اي قطره. سبب حرقان العين عند الاستيقاظ من النوم: غالبا كده انا عندي نقص في الدموع، او ممكن انت تكون عينك بتنام وهي مفتوحة شوية، او عندك جفاف في العين بسبب التهاب في الجفن. مستوصف عندنا في العياط. طب كده اصل كده اسامه يا باشا، حضرتك بتسأل اسئلة المفترض اي الدكتور اللي عمل العملية يقول لك عليها على طول. يعني هو كده مقصر في حال حضرتك، او حضرتك ما ركزتش معاه او ما سألتوش. فيفضل طبعا ان حضرتك تسأله، وان شاء الله باذن الله يجاوب على الاسئله بتاعتك. يعني في اسئله الدكتور اللي عمل عمليه هو بس اللي عارفها، لانه عارف الحاله بتاعتك ووصلت لحد ايه دلوقتي. اخر سؤال هجاوب على حضرتك: اقلع النضاره السوداء دي. الشمس مش بتاثر على عينك، احنا بنلبسها فقط لو كانت الشمس بتاثر. يعني لو انا خرجت كده الشمس ضايقتني وحرقتني جامد وعملت لي حساسيه، الكلام ده كله، ساعتها انا يعني بقول للشخص ده البس النضاره بتاعتك. طيب حضرتك ما عندكش اصلا المشكله دي وعينك تمام ومستحمله الشمس، خلاص يبقى مش لازم نلبسها. استاذ محمد سعيد عامل ليزك بقى لي 3 سنين، وعناية فيها حرقان من فتره. يبقى نفس الكلام اللي احنا كنا قلناه للناس اللي قبل كده: قطره الترطيب تستخدمها، مفيش اي مانع خالص انك تاخد قطره مرطبه، ونجرب كده ونشوف حالتنا بتتحسن ولا لا. دي الحاجه اللي انت ممكن تعملها مع كمادات ميه بارده على العين. ونشرب ميه كفايه طبعا، نستخدم نظاره شمسيه، نخلي هواء التكييف والمروحه ما يضربش في عينينا لو قعدنا على الكمبيوتر كل شويه نغمض ونفتح عينينا. بعد كده ما تحسناش نروح نكشف عند الدكتور. استاذ وليد السعيدي، معلش ابعت لي سؤال حضرتك على الخاص، وان شاء الله بكره او النهارده لو لحقت هجاوب على حضرتك. جيهان، ضغط العين 24 وفحص سليم. خلاص 24 ما هواش قياس نقول عليه ان احنا لازم نعالجه. اتكلمت والله عن الفيديوهات دي، تابعوني تابعوني والله هتلاقي. يعني في فيديو انا عامله بالظبط المقاس 24 ده. امتى نديله علاج؟ لو هو عنده حاجه اسمها ريسك فاكتور او عامل خطر، يعني عنده حد في العيله كان عنده ضغط عين من قريب من الدرجه الاولى، هو بياخد كورتيزون مثلا، عامل عمليه في عينه، في حاجات معينه بنقول عندها ان احنا هناخد علاج للجلوكوما او هنكرر الفحوصات عشان نطمن. جاي لمصر 5 ايام ينفع نعمل العمليه، ولو جاي يومين ممكن او 3 ايام ينفع نعمل العمليه. في عمليات مثلا زي الفيمتوليزك، دي عمليات سريعه في الاستشفاء بتاعها، فدي بنفضلها لاخواتنا العرب اللي جايين مصر اجازه قصيره. بنعمل كشف والعمليه في يوم والمتابعه تاني يوم، وتقدر تتفسح وتعمل كل اللي انت عايزه. عملت كشف بعد الليزك وطلع عندي نص درجه، ده طبيعي جدا، بالذات لو مسكك مثلا 3 4 متبقي نص، انت كده ممتاز. سويت عمليتين حول وحشي وفشلت. ايه الحل؟ الحل يعني هتروح عند دكتور تخصص عمليات الحول، بروفيسير في عمليات الحول. ليش نبعد النضارة عن عيني الكسلانة بشوف أحسن؟ يبقى المقاس بتاعك مش مظبوط. المقاس بتاعك مش مظبوط. كنت عامل ليزك من كام شهر ونزلت البحر امبارح، حاسس بحرقان. مفيش مشكلة، اغسل عينك بمية باردة يا عبد الله. ويفضل برضو تكلم الدكتور بتاعك يكتب لك على القطرة الحساسية وتقلل الاحمرار والكلام ده، وإن شاء الله بإذن الله بسيطة. عندي قرنية مخروطية وسويت مية بيضة بسبب التثبيت. مية بيضة بسبب التثبيت؟ التثبيت نفسه ما بيعملش حاجه، هو ممكن مثلا نقول كورتيزون يعمل، انما التثبيت نفسه مش بيعمل ميه بيضاء. طيب هل هناك حل غير الزراعه؟
لا يعني مش عارف، اسف يعني على حسب حالتكم. الزراعه دي لو القرنيه خلاص فقدنا الامل في الرؤيه فيها، فدي معتمده على تقييم الدكتور. ممكن كتر القلق يضعف النظر؟ لا، لا، بس القلق والتوتر والارهاق النفسي والحاجات دي كلها ممكن يدخلني في قصه تانية، انا مش يعني اعيش في قصه كده ووهم اوهم نفسي فيه، واضخم الاعراض عندي واعمل عندي مشكله. بس كنت بكلم النهارده مع دكتور زميلي كده استشاري طب نفسي، ممكن نبقى نطلع حلقات مع بعض نكلمكم يعني ازاي احنا نحسن حالتنا النفسيه. خلاص استاذ ايهاب، قلنا هنغير النضاره. سبب الصداع والم واحمرار العين اليمنى في اسباب كتيره يا استاذه نور، ودي محتاجه كشف للاسف، يعني الاحمرار بالذات والالم والصداع دي حاجات كده ممكن يبقى عندنا كذا حاجه، فعشان ما نوتركوش او نلخبطكم نكشف افضل. عمليه الزفره بتخلص على طول؟ ان شاء الله ما بتاخدش وقت. عندي حبوب في جفن العين، اخدت علاج مش راضيه تروح. مش عارف قصدكم حبوب فين بالظبط، من جوه ولا من بره؟ التراكوما دي ايه يا دكتور لو سمحت؟ ده التهاب بيجي في الملتحمه بتاعه العين، اللي هو النسيج يعني لو عملت عينينا كده هتلاقوا فيه زي جلد كده في العين، ولو لما بنقلب الجفن بيكون مغطي الجفن من جوه، وده اللي بيعمل اللي هي الحبوب او الرمل اللي تحت الجفن. من الداخل هو ده هي دي التراكوما، فالدكتور بيقلب الجفن وبيشيلها. هل صحيح القهوه بترفع ضغط العين؟ في بعض الدراسات قالت ايوه القهوه بترفع ضغط العين. وجود دوائر حول الإضاءة بعد زراعة عدسة اي اس ال، اطمن خالص مفيش أي مشكلة. بيقول لي ما فيهاش مادة من جوه، طيب أنا ما أعرفش بصراحة، مش عارف. يعني إزاي عندكم حبوب وإزاي الدكتور مش لاقي الحبوب؟ حد فيكم بيقول الحقيقة. أنا في ثانوية ولما أجي أخش كلية طب عسكري هيكون عدى 4 شهور على العملية، مش هتظهر، هي كده كده العملية مش هتظهر، بس إن شاء الله 4 شهور ده فترة كافية إن شاء الله. في رقم تواصل مع حضرتك، أيوه بتضغط على كلمة دكتور العيون دي بيطلع لك الواتساب واللوكيشن والعنوان وكل حاجة إن شاء الله، أو ممكن تبعت لي رسالة على الخاص. هل عملية وضع ونزع السيليكون بيؤثر على القرنية؟ لا غالبا إن شاء الله مش بيؤثر على القرنية، الموضوع ده بعيد عن القرنية. حل الجفاف العيني المزمن محتاج كشف وتقييم الحالة عشان نعرف إيه السبب. بيبقى صعب العلاج بس بنحاول إن شاء الله خير بإذن الله. حماتي عندها 62 سنة، عينيها كان فيها غمامة بس دلوقتي إيه بقى؟ عامل عملية سمايل من 6 أيام، لسه بدري لسه بدري يا حسام، لسه بدري، اصبر على العملية وإن شاء الله تتحسن بإذن الله. في حرقان في عينيا. أبو سمكة. طيب يا باشا كده معلش كده ان احنا لينا واجب عند الدكتور، احنا كده لينا فلوس عند الدكتور اللي عمل لحضرتك العمليه، ان دي كل دي اسئله يعني مبدئيه، يعني المفروض الدكتور يكون مجاوب عليها. خد قطره الترطيب بتاعتك، اشرب ميه كفايه، رطب عينك، وروح للدكتور بتاع حضرتك، هو المسؤول عن حالتك. كل الاسئله دي هو اقدر مني، لانه هيكشف على عين حضرتك ويشوف، هو عارف العمليه اللي عملها ايه، نوعها ايه، القرنيه بتاعتك كانت ايه، والكلام ده كله. خير ان شاء الله. عندي ذبابة على شكل دوائر وخطوط، فحصت الشبكية وقال لي الدكتور السؤال ما كملش. غالبا قصده لا يوجد شيء، خلاص لو لا يوجد شيء خلاص ان شاء الله باذن الله خير ونتجنب الموضوع ده. استاذ وائل محتاج فحص حديث لل فحص حديث يعني لقياس قوة الدموع بتاعتنا، ونشوف ايه اللي ناقص فيها ونحاول نعوضه، سواء دهون او دموع او ميه. عايز اعمل ليزك، عمري 19 سنة، ايه اكتر حاجة اركز فيها عند العيادة اللي بتعمل العملية؟ يكون ناس يعني موثوق فيهم، سواء عملنا عندهم قبل كده. نقرأ عن العملية كتير، نستخير ربنا.
ما نحطش السعر عامل رقم واحد، لا، خبرة الدكتور رقم واحد وسعر رقم اتنين. ان شاء الله خير بإذن الله. عملت سمايل من شهر، عمري 41، لسه النظر مش واضح، هل عادي؟ عادي. يعني انا راجل حقاني، انا مش بحب السمايل ومش هعملها وما عملتهاش خالص في حياتي ولا هعملها لأي حد، ومش مؤمن بيها ومؤمن عمليات تانية احسن منها. بس اغلب الناس بيعملوها بيشوفوا كويس، ونصبر عليها. طبيعي الانسان ما يشوفش الرؤية كويس بالليل زي النهار طبعا، دي حاجة بديهية. قوة عينينا صباحا غير قوة عينينا مساء. كنت عامل تصحيح لكن بعد 6 شهور في حاجة بيضة بجوار سواد العين. دي حاجة محتاجة تتشاف، ممكن تبعت لي صورة على الخاص أو نستشير الطبيب المعالج. مراحل عملية الليزك: بندخل العيادة نكشف نعمل الفحوصات، وبعد كده عندنا يعني، وبعد كده أنا بقابل أصدقائي اللي بيجوا بنكشف تاني وبنبص على الفحص وبنشوف إيه العملية المناسبة. بعد كده بنخش العمليات في خلال 5 دقايق بنكون مخلصين وإن شاء الله مروحين. أنا أخدت توبراديكس للكيس الدهني ولا يزال موجود، أتمنى إن إحنا ما نكونش واخدينه من نفسنا ويكون الدكتور اللي قايل لنا عليه، لأن ده فيه كورتيزون، ومش أي كورتيزون، ده ديكساميثازون. آه، فانا بديه اسبوع بس فقط، وبعد كده بنكمل بكمادات ميه دافيه. علاج العين، علاج جفاف العين، علاجه دايم ولا بيخف عادي؟ الموضوع مختلف 180 درجه بين حد والتاني، بناء على سببه اصلا ايه، حدته، عنده حاجه شديده ولا لا، عنده مرض مناعي ولا لا. يعني في حاجات تانية، امراض تانية هي اللي بتاثر على واحد عنده مرض مناعي مثلا وهو مش عارف، واحد عنده التهاب مزمن في طرف الجفن، واحد لا قدر الله مثلا تعرض لإشعاع أو حاجة زي كده، فالغدة متليفة مش شغالة كويس. فهي يعني يفضل إن احنا نكشف الأول، ملناش دعوة بالحاجات التانية، وبنشوف حالتنا أخبارها إيه. أغلب الحالات بسيطة بتتعالج إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أستاذة نادية. أستاذ آدم: إزاي أحافظ على عيني؟ في إرشادات عامة. اللي يحافظ على جسمك هيحافظ على عينك: الأكل الكويس، التدخين ممنوع، الكحوليات ممنوعة، دي حاجات بتدمر في العين، الكشف دوري، الرياضة، الأكل، ما نجهدش عينينا كتير في الكمبيوتر والموبايل والحاجات دي. آم، يعني نكشف مرة مثلا كل سنة، كلها حاجات عادية إن شاء الله. بين البؤبؤ والمنخار، يعني بين البؤبؤ والأنف، في احمرار مستمر طبيعي. أنا ما أعرفش ده طبيعة عينك ولا لأ، فإحنا هنكشف عشان نعرف لو في التهاب أو حاجة نحاول ناخد علاج للالتهاب. أنا عملت القزحية امبارح بس الرؤية مش واضحة. احمد، انا مش عارف انت قصدك ايه بالقزحيه، ممكن توضح لي؟ انت توضح لي يعني ايه القزحيه، عملت ايه في القزحيه؟ خلاص يا ابو وليد، احنا قلنا ان الحمد لله تمام. انا قلت لك السؤال مفيش خطوره على الشبكيه ولا اي حاجه ولا في قطره ولا اي حاجه تاخدها، وعيش حياتك عادي خالص وتوكل على الله. زرعت قزحيه؟ زرعت قزحيه ولا زرعت قرنيه ولا زرعت عدسه؟ يعني ايه انصباب على عصب العين؟ انا مش عارف معناه ايه بالعربي بصراحه، لو تعرف الدكتور قالوا ايه بالانجليزي. انا مش عارف، انا اسف. عندي مشاكل في القرنية، كنت عامل زرع عدسة. تنصح بإيه من الإطارات لتحسين الرؤية؟ إطارات أحمد، أنا مش فاهم، ابعت لي على الخاص يعني فسر السؤال بتاعك. عملت زرع عدسة وقلبت في العين؟ معلش يا أحمد ابعت لي عشان أنا ممكن ما أكونش فاهم كويس. إيه سبب رعشة فوق العين عند الجفن مستمرة؟ استخدام الموبايل كتير والإرهاق وقلة النوم، والناس اللي بتشرب سجاير وقهوة كتير، والناس اللي يعني طول النهار مثلا في يعني بيستخدموا الموبايلات والأجهزة الإلكترونية، يروح البيت برضه يلعب على الموبايل، كلها أغلبها إرهاق يعني. أستاذ عزه: عادي افحص الشبكية، لو الدنيا تمام أوكي مفيش مشكلة.
عين الشمال بلاقيها بتدمع مش كل يوم، من فترة ممكن تاخد قطرة مرطبة يا يوسف ونشوف. لو هي دموع كتيرة ومنهمرة لا بنكشف. لو هي دموع بعد إرهاق وإجهاد يوم وشغل واستخدام عينينا كتير عادي، خلي معاك قطرة مرطبة استخدمها. بنتي عندها 3 سنين، في وجع في عينيها ودعك في مناخيرها. كشفت لها بتخف وترجع تاني إيمان. طيب احنا عايزين نطمن ان هي يعني ما فيش مثلا عندهاش جيوب أنفية أو برد أو أي حاجة زي كده مأثرة على عينيها وعاملة حساسية مزمنة في العين. ولو في فرق في العين بناخد أدوية للحساسية. لو عندها صعب يكون طفل 3 سنين عندها أسنان مسوسة، بس لو عندها التهاب لوز متكرر ده ممكن من الحاجات اللي بتعمل حساسية متكررة. ممكن تعمل لها كمان تحليل بولو بروز، يبقى تحليل بولو بروز ونفحص الأنف والأذن بتاعتها. وألف سلام عليها طبعا. أستاذ محمد عامل ليزك من 5 شهور، روح الجيم عادي يا فندم وتعامل عادي خالص. وانت موضوع الهالات ده واطمن هيروح لوحده إن شاء الله. يا ريت علاج البربشة في الكومنت، اكتب كده رفة العين هتلاقيه أنا متكلم عنها في فيديوهات. لما بقرأ ممكن حد عنده 40 سنة يعمل حول، ممكن لو هو عنده حول فعلا ممكن عادي في أي سن مفيش مشكلة. لما بقرأ حاجة لفترة عيني كأنها بتحول، بحسها دخلت في جوه والكلام دخل في بعضه. الحول مش بيتحسن، الحول بيتكشف عليه. تمام. فاحنا بنعمل كشف عند الدكتور، والدكتور بيقيم بالكشف كده عندي حول اصلا ولا ما عنديش. طب ممكن يكون عندي ضعف نظر والاحساس ده جاي لي من ضعف النظر. عندي تنميل في الوجه استاذ بقى باتي. والدكتور قال لي رنين تبين بالصوره في انصباب على العصب البطني. برضو انا مش فاهم معنى كلمه انصباب يعني، او جايز احنا مش بنستخدمها بالعربي بنستخدمها بالانجليزي، فمش واصل لي المعنى، فانا بتاسف ليك للمره الثانيه. انا مش عارف بصراحه. ومن قال لا اعلم فقد افتى. خلاص استاذ يوسف، خلاص احنا قلنا له ان شاء الله الموضوع بسيط باذن الله. طيب انا كنت قايل ساعه عشان ما نزعجكمش، خلاص كده الساعه خلصت. اعتقد كده ان انا رديت على كل الاسئله. شكرا جزيلا ليكم، شكرا يا همسه تعبناكي. لو في حد انا ما جاوبتش عليه يبعت لي على الخاص ان شاء الله. يا ريت كده تعملوا لايك للكومنتات في القناه بتاعتنا عشان نحس ان احنا بنعمل حاجه مفيده للبشريه. نشوف سؤال استاذه ايمان. كنت عامله توسيع قناه معايا وركبت انبوبه والدكتور قال لي وقعت لوحدها. ما فيش مشكله، ما عنديش مشكله، كده كده كنا هنخش تاني نشيلها، فمش مشكله ان هي وقعت خالص. كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.